صباح الورد عليكم. فيديو النهاردة فيديو جامد جدا. أكلة لو عملتيها ولادك هيحلفوا بيها. تحفة. البرياني السعودي بطريقتي المصرية. طريقتي مش هتلاقي الطريقة دي أعتقد في أي مكان، أنا واثقة من اللي بقوله. ولا حاجة للرز البسمتي، هنعمله بالرز المصري. يلا نشوفه بأحلى وصفة. دلوقتي احنا جبنا اللي وراك او عايزة صدور اي قطعة فراخ انت عايزاها ممكن تعملي بيها. هتجيبيها لازم تشققيها كده زي ما انا عاملاها بالسكينة. تمام. تنضفيها طبعا كويس بالملح والليمون وتنقعيها وتصفيها وبعدين تقطعيها زي ما انا مقطعاها كده. التقطيعة دي عشان تشرب التتبيلة. تمام. هنبدأ نرصها كده في الصينية زي ما قلنا اي كمية على حسب اسرتك. هترصيها كده في الصينية. وابقى انا بوريكي هنا طريقة التقطيع كمان في الصدر. تمام. هترصيها وبعدين هنبدأ نحط توابلنا اللي هتطعمها وهتخليها في حتة تانية خالص غير أي فراخ. أول حاجة هنحط توابلنا الأساسية: كمون وفلفل وكزبرة. توابلنا العادية خالص. تمام. وعندك هنا شوية حبهان برضو أنا حطاهم مطحونين. تمام. انتي بتويمي كده الكمية، انا حتى حطاه وبفرشلك على عدد اللي وراك او عدد قطع الدجاج اللي انتي هتحطيها. الفرشة دي معناها بتويمي الكمية عليها. هنا بحط الكركم اللي هو اساسي في وصفتنا. الكركم هو البص بتاع الوصفة. وهنا هنحط بابريكا وهنحط الكزبرة. تمام. وهنحط بعد ما نحط الكزبرة اساسي هتحطي توم. على فكرة عدد فصوص التوم مثلا انا هنا حاطة 6 قطع دجاج، حطي مثلا في حدود 6 تومات كبار كده. 6 فصوص توم كبار. تمام. بعد كده هنحط الليمون، والليمون يا جماعة اساسي في الوصفة. انا حاطة هنا في حدود ليمونتين ونص. 3 ليمونات عادي مفيش مشكلة خالص. 3 ليمونات، خليها 3 ليمونات. هنفضل نعصرهم كويس قوي. وعلى فكرة لو عندك معلقة مستردة تبقى جميلة برضو، مش موجودة انا عن نفسي ما حطيتش مستردة. الليمون هنعصره كويس. وعلى فكرة انا حطيت معلقة خل لان انا كنت ناقصني نص ليموناية كده، فهو الليمون اساسي في الوصفة قوي، بيدي مزازة هتحسوها لو جربتي الوصفة. بعد كده بنحط برضو الرئيسي برضو معانا. انا حاطة 6 قطع دجاج، هتحتاجي مثلا علبتين زبادي. انا دايما بكون عاملاله لبن رايب، يعني كان عندي شويه لبن مثلا حطيتهم في ازازه صغيره كده لغايه ما رابوا. طبعا انت شايفه الطبق قد ايه. الطبق انا بوريهولك عشان تعرفي الكميه دي على 6 قطع 6 ارباع من الدجاج. الطبق ده بالظبط كانت هي بالظبط كده. شوفي انت بقى عندك اقل فهتنزلي هتقللي شويه. انت شفتي طبق البوله بتاعت السلطه اللي بتيجي مع طقم الصيني او البايركس او كده. هفضل ادعك معلش انا مرضتش البس الجوانتي لان انا ببقى عايزه اعمل مساج جامد قوي للفراخ عشان تتوغل فيها الوصفه. تمام. وبعدين لما بتلبسي الجوانتي بياخد كل الخلطه، بيشبط فيه كل الخلطه يعني. فمعلش يعني لو متاسفه لو انا ملبسش الجوانتي. هتفضلي تمسجي في الفراخ قوي قوي لغايه ما تتشرب كويس. وهتبداي تغطي الفراخ وتدخليها التلاجة يا ريت قبليها بيوم. يا ريت يبقى جميل قوي. طب انتي ما كانش عندك وقت، ما فيش اي مشكلة خالص، اعمليها وهتبقى برضو زي الفل. الملح هنا انا عملته في خطوة لوحده لان انتي بتحطي على كل ربع معلقة ملح. بصي انا حاطة قدامك على كل ربع معلقة ملح. معلش استحملوني الوصفة انا مطولها شوية بس عشان تاخدي تفاصيلها. هي تستحق على فكرة انك تعمليها وتستحق انها تاخد التفاصيل دي. يبقى كل ربع بتحطي عليه معلقة ملح وتفضلي برضو تدعكي عشان الملح يتوغل فيها. وبعد كده هتغطيها بقى. طبعا لو حطيتي الفويل مباشرة على الصينية الفويل بيلزق في ربع الفرخة وبيشيل الجلد بتاعه. طبعا لما بتيجي تحمريه بعد كده بيكون بايظ شكلا لما بتيجي تقدميه او كده، فبلاش. هنحط الاول طبقة ورق زبدة زي ما انت هتشوفي دلوقتي، وبعد كده هتغطيها بالفويل. شفتوني لما كنت ماسكه الجوانتي شرب الحاجه كلها يعني. انا باكد لكم يعني. هنحط دلوقتي ورقه الزبده وعليها ورقه الفويل ونقفلهم كويس.
وهنبدأ ندخّلهم هتحطيهم بقى في التلاجة زي ما قُلنا تبيتيهم تمام، وتصحي الصبح مثلًا تروحي مولعة بقى إيه، على الفراخ بتاعتِك في الفرن، تمام، كده خلاص نبتدي بقى على ما الفراخ تستوي في الفرن نعمل الرز بتاعنا. الرز هنحط شوية زيت حلوين عشان يبقى لونه بيلمع وجميل وعليه معلقة سمنة بلدي، هنحط نفس التوابل بابريكا قدامِك البابريكا والكزبرة والكاري، أنا حاطة كاري وكركم وفلفل وشوية حبهان مطحونين، هيبدأوا ي ي نشوحهم كده في السمنة وهي سخنة ريحتهم بس تطلع، وهنحط 2 لومي اللي هو الليمون المجفف اللي بييجي من عند العطار، و وقرفة عيدان، ما عندكيش قرفة عيدان حطي معلقة قرفة ما تبقاش تقيلة، بتحبي القرفة عادي. هنحطهم وبرضه زي ما بنقول كده نشوّحوا ريحتهم بس تطلع، وبعدين هننزّل الرز بتاعنا ونبدأ نشوّحه كويس أوي يتشرّب من كل التتبيلة اللي إحنا عملناها دي، أنا عايزاه لونه هو هيبقى أصفر وتحفة، هتقلّبيه كويس أوي، الكركم طبعًا هو اللي بيعمل اللون الجميل ده، وطبعًا النقطة المهمة جدًا أنتِ عندِك لمّا بنعمل الرز البسمتي بنحط فيه زعفران، طبعًا الزعفران غالي، وأنا عاملة الوصفة دي وصفة مصرية موفّرة. فمش هنعمل زعفران، هنبشر على الكمية دي على فكرة دول مثلًا في حدود 6 كوبايات رز المصري بتاعنا، هتحطي جزرتين مبشورين بالمبشرة عادي خالص، إحنا هنا بنحط الملح مبشورين، وتروحي منزّلة الجزر وتبدئي تقلّبيه، الجزر هيدّيكِ نفس اللون بتاع الزعفران، بيبقى الرز البسمتي لون يعني درجتين كده، درجة أورنج كده ودرجة تانية فاتحة. الجزر هيدّيكِ الشكل ده بالضبط، كإنِّك بالضبط رُز بسمتي، طبعًا إحنا الرُز البسمتي أنتم عارفين سعره، فأنا مش هاعمله خالص بالرُز البسمتي، ودي طريقتي على طول في البرياني، وما حدش بيعمل الطريقة دي يا جماعة وتحدّي. هتفضلي تقلّبي كده هتلاقي بُصّي الجزر عمل لون تحفة، 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 وفي السِوَى بقى هتشوفيه بعد ما يستوي ما لوش حل، هتفضلي برضه تقلّبي معلش هنقلّب شوية، استحملوني شوية يا جماعة في طول الفيديو معلش، وهنبدأ كده نحط له مَيّته المناسبة على حسب الرز بتاعِك بقى، في رز قديم بيشرب مَيّة زيادة، في رز جديد، طبعًا كلّنا ستات بيوت وشاطرين وفاهمين الرز يعني ياخد قد إيه مَيّة، وهنبدأ نغطّيه نسيبه بقى يستوي على ما يفلفل كده ويبقى جميل، ونرجع تاني نبُص على فراخنا طلعت من الفرن، الفرخة كده الفراخ أهيّة كانت في الفرن أنا باورّيكم وهي طالعة من الفرن، كده هي واقفة بس على الوش، نشغّل لها الشواية بس، قبل ما نحطها عشان نشغّل لها الشواية، الصوص اللي حضرتِك شايفاه ده بقى، ده برضه عليه اللعب كلّه. المفروض في طريقة البرياني الأصلية بتبقى الفراخ مستوية جوّه الرز البسمتي، فالصوص ده بيبقى الرز متشرّبه، إحنا هنا بقى الصوص ده وأنتِ بتغرفي هتصُبّي الصوص ده على الرز تحفة، فعشان كده أنا باشيله وباسيب شوية صوص في صينية الفراخ وأنا بادخّلها الفرن، ولازم تعملي كده في الفراخ تشرّبيها عشان تلمع وهي داخلة على الشواية. هنا إحنا كنا خلّصنا، دي على فكرة سلطة الدقوس هاسيبها لكم في صندوق الوصف، بسيطة وسهلة جدًا، بتتعمل دايمًا مع البرياني، زي ما أنتم شايفين الفراخ تحفة، لون عالمي، الرز ما لوش حل، يا جماعة لازم تجربوا الوصفة دي، واعملوا لي subscribe ولايكات كتير لإنها تستحق التجربة، ومش هتلاقوها غير عندي وأنا واثقة، تمام؟ الفراخ دايبة مستوية، التتبيلة متشربة، طعمها مختلف تمامًا عن أي فراخ أنتِ بتعمليها، مستوية، بالهنا والشفا للي ياكلها. حبايب قلبي ما تنسونيش في كومنتاتكم حبايبي، أشوفكم في وصفة جديدة.